احنا معانا في الشقه هنا قطاع الالومنيوم، قطاع سوبر جامبو سحب شريف علي حسن. القطاع ده بيتميز بكام حاجه كده، طبعا بالاضافه للوزن، بالاضافه لتفاصيل كتير ممكن نتكلم فيها. اتكلمنا وبنتكلم تاني ان الاكسسوار ما نسترخصش فيه. الاكسسوار بيبدا معانا من اول المقبض لحد الجوان، لحد حتى البصمه اللي زي كده. خلاص، انا للاسف بشوف فنيين الومنيوم كتير التفاصيل دي مش بتبقى موجوده، بالاضافه لمنع الاهتزاز، بالاضافه لمنع الاتربه، بالاضافه للفرش. كل التفاصيل دي مهمه جدا. ده بالنسبه للجرار. تعالوا نشوف كده الباب المفصلي. الباب ده معمول بنده. طب ليه بعمل باب بلكونه زي كده؟ ليه بنعمله بنده؟ رقم واحد، انا جيت طبعا هو البنده بيتحسب مره ونص تقريبا السعر. خلاص، انا هنا فتحت الضلفه الازاز والضرفه السلكه عندي ثابته، فاقدر ان انا استمتع بالهواء بدون حشرات وبدون الكلام ده كله. خلاص، طبعا الضلفه دي زيها الضلفه دي الناحيه الثانيه نفس الكلام برضو. خلاص كده، بالاضافه ان انا عندي المقبض العمومي اللي هو بيخليني ادخل التراس نفسه او بدخل البلكونه نفسها. خلاص، فطبعا المفصلي بنفضل ان هو يكون يتعمل بنده زي كده عشان يبقى عملي ومريح في الاستخدام. هنا القطاع تكنل برضو شريف علي حسن، ونفس الاكسسوارز اللي استخدمناها هنا هي واحده في كل الشغل. الكلام ده مهم جدا علشان فعلا فلوسك يعني ما تترميش في الارض وتاخد قيمه مقابل سعر.